مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. نجاح نمو محمية مقركة ودبرع الدحنس. سيمينار للتنسيق الدائم في الزراعة. نفير لحماية التربة والمياه في أصمات. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجري أول مناورة جوية مشتركة. قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وقوات البشمركة. سكان في الهند يتعرضون للضباب الدخاني الكثيف. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن مسؤولة سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية لوغو عن سبا السيد مبرهة تولده برهان نجاح نمو أكثر من 90% من الأشجار المزروعة في محميتي مقركة ودبرع الدحنس في المديرية، وذكر زراعة أكثر من 27 ألف شجرة هذه السنة عبر المشجرين الأفراد، مشيدا بالمساهمة القوية للشعب وقوات الدفاع وحملة الطلاب التنموية في التشجير ورعاية وحراسة شتول الأشجار، مشيرا إلى مشاركة حوالي 600 طالب في حملة الطلاب التنموية. ودعا سكان القرى إلى الاهتمام بأنشطة الرعاية إلى جانب التشجير، مؤكدا على العمل لإقامة محمية في كل قرية بموجب الخطة الموضوعة. وناشد أعضاء قوات الدفاع المشاركون في التشجير الجهات المعنية للقيام بالرعاية الجادة لشتول الأشجار. نظم فرع المراقبة الإقليمية التابع لوزارة الزراعة في الإقليم الجنوبي سيمينارا حول التنسيق المستدام للمشاريع الزراعية والبيئية في مندفرة. وركز السيمينار الذي حضره خبراء الزراعة والإدارة البيئية من مديريات منحيلي ودباروة ومندفرة، ركز على دور البيئة الآمنة في الإنتاج الزراعي المستدام والإدارة البيئية السليمة للتخلص من هدر الموارد والاستخدام الفعال للموارد، بالإضافة إلى الأنشطة المنتظمة للإصلاح والإحياء البيئي. وأوضح مسؤول المراقبة الإقليمية في مكتب وزارة الزراعة في الإقليم الجنوبي السيد تسفا سلاسي تسفا ميكائيل إن الهدف الرئيسي هو ترسيخ التنسيق المستدام والمتكامل للمشاريع الزراعية والبيئية وضمان منتجات زراعية مستدامة وصحية. من جانبهم أشار المشاركون إلى أهمية السيمينار وتوقيته. يقوم سكان أسندة بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق. وأشار السكان إلى أن الهطول غير المتوازن للأمطار وانجراف التربة عاملا على إعاقة الإنتاج الزراعي، ويعملون جاهدين للحفاظ على كل قطرة ماء واستقرار التربة لرفع الإنتاج الزراعي. وقال مدير أسندة السيد عمر محمد علي إن المواطنين يعملون بتوظيف جميع القدرات للتصدي لتأثيرات التغير المناخي وشح الأمطار. وذكر إن العمل جار بإشراف ودعم وزارة الزراعة والجيش الشعبي وإدارات الضواحي ولجان القرى. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد ياسين عثمان إن النفير ينتظم جميع الضواحي والقرى، خاصة تحويل السيول إلى المزارع في مناطق بلداي وأصمات وهوش، وصيانة 90 كيلومترا من الطرق الترابية من أسندة إلى أوروتا الرابطة في مديرية حلحل. أعلن مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية الرعت السيد أحمد علي استمرار أنشطة النظافة البيئية المجتمعية في المديرية. وأوضح قيام القرى بتنفيذ أعمال نظافة بيئية باعتبار ذلك هو الوقاية الأولية ضد أمراض نقص النظافة. وقال إن نسبة التطعيم وصلت إلى 89%، ورعاية ما قبل الولادة 76%، وخدمات التوليد 60%. وذكر مواصلة حملات التوعية الصحية بالذهاب إلى المناطق النائية لتحقيق نتائج أكثر فاعلية. ويوجد في مديرية الرعتة مستشفى أهلي واحد و3 عيادات ونقطتان صحيتان تقدم رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم والاستشارة الطوعية والخدمات المختبرية.
تلقى 214 شابا بينهم 119 من النساء تدريبا على مهن مختلفة لمدة 3 أشهر. شمل التدريب الإلكترونيات وتكنولوجيا الكمبيوتر وإصلاح الهواتف المحمولة وتصفيف الشعر. ودعا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلي في مراسم التخريج في 21 من أكتوبر، دعا المتدربين للاستفادة من الفرص المتاحة لتحسين حياتهم ومحيطهم. وأوضح مدير مديرية قالا نفحي السيد محاري يوهنس ومدير مديرية أربعة اسمرة السيد القانيش تكو إن الشباب الواعي المؤهل ضمان برامج التنمية، مناشدين الاتحاد لمواصلة التدريب وتأهيل الشباب. الشباب المتدربون هم من مديريات قالا نفحي وأربعة اسمرة ووسط المدينة. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أجرت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة جوية مشتركة فوق المياه جنوب شبه الجزيرة الكورية، وكانت هذه أول مناورة جوية مشتركة بين الدول الثلاث وفقا للجيش الكوري الجنوبي. ويبدو أن المناورة الأخيرة كانت تهدف إلى مراقبة كوريا الشمالية التي تواصل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية. وشاركت في التدريبات قاذفة استراتيجية من طراز بي 52 ذات قدرة نووية وطائرات مقاتلة من طراز F-16 من الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى مقاتلات من القوات الجوية الكورية الجنوبية وقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية. ورافقت طائرات أخرى مشاركة في التدريبات الطائرة بي 52 وأجرت رحلات تشكيلية وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية. قتل جنديان عراقيان وعنصران من البشمركة، وأصيب آخرون في اشتباكات اندلعت بين الجيش وقوات البشمركة نتيجة خلاف حول تسلم نقاط حراسة قرب مخيم مخمور للاجئين الأكراد الأتراك في شمال العراق، كما قالت مصادر أمنية. وسبق أن اندلعت اشتباكات مسلحة بين طرفين عام 2017 عندما شنت قوات الحكومة العراقية هجوما مفاجئا ردا على استفتاء على الاستقلال نظمته حكومة إقليم كردستان. وقال متحدث عسكري باسم رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شيع السوداني في بيان إن السودان أمر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق. وكان مقاتلو حزب العمال الكردستاني قد أخلوا مواقعهم قرب مدينة مخمور يوم السبت وسلموها إلى الجيش العراقي. يعاني سكان نيودلهي من أجل التنفس بينما غطت طبقة سميكة من الضباب الدخاني العاصمة الهندية والمناطق المحيطة بها، وفقا للمؤشر الوطني لجودة الهواء الصادر عن مجلس التلوث المركزي. تم تصنيف جودة الهواء على أنها سيئة جدا في المنطقة. ويقيس المؤشر تركيز الجسيمات الصغيرة التي يمكن أن تستقر عميقا في الرئتين وتسبب أمراضا خطيرة. واشتكى السكان من حكة في العيون وصعوبة في التنفس وسط سحب كثيفة من الضباب الدخاني. وعادة ما يتشكل الضباب الدخاني الكثيف فوق العاصمة الهندية كل الشتاء، حيث يحبس الهواء البارد الكثيف غبار البناء وانبعاثات المركبات والدخان الناتج عن حرق بقايا المحاصيل في الولايات المجاورة، مما يتسبب في زيادة أمراض الجهاز التنفسي بين سكان المدينة الذين يزيد عددهم عن 20 مليون نسمة. أختم نشرة الأخبار بتذكير بالعناوين. نجاح نمو محمية مقركة ودبر عبد هنس. سمينار للتنسيق الدائم في الزراعة والبيئة. نفير لحماية التربة والمياه في أصمات. اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجري أول مناورة جوية مشتركة. قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وقوات البشمركة. وسكان الهند يتعرضون للضباب الدخاني الكثيف.
انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.